وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك من ربي سمائي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك
لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي ولودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا منوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لهضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله ومن فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
التسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة والقمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدخرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار دوره وبهر فتعلقت همة
همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما خفته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شرف أرض رابا. الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله شرف بمدحي إليك
شفعت عليه سير يا نبي سير يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سير يا نبي عطف علي وارعاني عطف علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبي الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبي الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان حبيبي يا أبا سخر أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا سخر أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أحظى منك بنظرة سيحظى بالبشرى نرميك الأماني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا أسرى أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال
فقلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون ما شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حملي وقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضلي وتنتشر في آثار مجدي الصليب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام بالبركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله أطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر
عطية واشرح لي الصدر وانظر لحالي واختمي العمر يا الله بالإيمان يا الله أطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واصرح لي الصدر وانظر لحالي واختمي العمر يا الله بالإيمان يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك وقصدنا يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا بدر المصطفى ذوى السماحة منقذ من لذنبه ندما بدر المصطفى ذوى السماحة منقذ ذنبه ندما
الرضا وقبول التوبة صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا قبل يا الله فينا شفاعة عن قرب ديننا وأمر عاجلا تقبل يا الله فينا شفاعة عن قرب ديننا وأمر عاجلا بجاه المصطفى صاحب الشفاعة صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل وللذنوب مثل الرمال وللذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرة إلي ما أنت
العطية خير البرية نظر إلي قبل المنية يا بخر فضل وتاج عدل جد لي بوصل قبل المنية جد لي بوصل قبل المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا خير البرية نظر إلي كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب والوضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشفا كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحقكم على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله
فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفرق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مرئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Pekhusyuk hadiraki Kanjeng Nabi, pekerong dah Kanjeng Nabi. Asyaraqa al-kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad tajada. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد. صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. صلى الله عليه وسلم يا رسول عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا رسول الله عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام
أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل من قصر يا الله حميد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور صلى الله عليه مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا اهلا وسهلا يا رسول الله يا مرحبا يا نور العين يا عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الارواح منا واكرمي الارواح منا في لقاء خير الانام مرحبا مرحبا صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رضي عنه مثنيا على طلب العلم ومحثا عليه إذا صلح أهل البيت فيصلح قبيلة وبيصلح شيخ وبيصلح قروي ويصلح مسكين. قال حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي معناه أي وقياسا عليه إن في البلد مضغة إذا صلحت صلح البلد كله وإذا فسدت فسد البلد كله. نعمة خصنا الله بها ماشي ما يعادلها. جاءتنا صفوا عفوا هذا الانتساب محمدية إليه صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة بغت شكر والحمد لله ما حد ينكر نسبه من أهله. بغينا بنقى مثل أهلنا ولكن أين الأعمال وأين الاجتهاد إن بغيت اللحوق بسلفكم. Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan memuji kepada orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang memperhatikan ilmu. Sesungguhnya kata Al-Habsyi, katanya Rasulullah, di dalam tubuh ini ada gumpalan. Jika gumpalan daging itu benar, maka seluruh tubuh akan benar. Jika gumpalan daging itu rusak, maka seluruh tubuh bakal rusak. Apa? Ateh. Mohon ateh bagus, mata bagus, tangan bagus, soko bagus. Mohon ateh juga sedejah bakal juga. Ini kiasan. Di dalam satu negara, satu kota, mohon para ulama, para durya nabi neka bagus, maka seluruh anggota desa otabah kota neka bakal bagus. Mohon kompoi kanjeng nabi juga para ulama juga, maka seluruh daerah bakal juga. Mohon beda orang ngoca engkok rea kompoi orang soleh, engkok rea kompoi nabi, engkok rea kompoi orang bin orang sing sae. Walakin ainal a'mal kata Al-Habsyi wa ainal istihad. Mana amalnya, mana mujahadanya. Orang-orang sing soleh bilan mbah-mbah kaula kali panjenengan bilan banyak mujahadah Pak. Mohon beda orang ngaku kompoi Syekh Abdul Qadir Jilani, walakin ainal a'mal dia malih. Syekh Abdul Qadir Jilani 40 tahun abejeng wudhu subuh, wudhu isya menggunakan wudhu subuh 40 tahun. Mohon mbak 40 tahun tak abejeng tahajud. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ada buhma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an qad amiltu laha. Sedejah sunnah kanjeng Nabi nek pernah dilakukan oleh Abdullah Haddad. Mohon mbak ngoyo lo ngadet. Semua sunnahnya Rasulullah ini sudah pernah dilakukan sama Abdullah Haddad. Sampai-sampai diceritakan Rasulullah itu rambutnya sampai pundak. Arya, Rasulullah rambutnya sampai pundak. Ketika zamannya Rasulullah biasa, rambut sampai pundak itu biasa. Ketika zamannya Habib Abdullah Haddad, rambut sampai pundak itu seperti orang preman. Akhirnya bingung Habib Abdullah Haddad mau ngamalkan takok karena kebiasaannya preman, bingung. Semua sunnahnya sudah dilakukan. Sampai akhir umurnya Habib Abdullah Haddad sakit yang beliau tidak potong ketika meninggal dunia, rambutnya panjang.
Semua sunnahnya Kanjeng Nabi sudah pernah dilakukan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Walakin aina amal? Di mana amalnya? Di mana ijtihadnya? Kita mau ngaku kompoi orang soleh, mana amal kita? Mau baabak ngakoi kompoi Kanjeng, mana amal kita? Kayak Khalil Sidogiri. Mulai balik sampai sedah diriwayatkan beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Mohon ba'abak nyamanan berjamaah, abid mohon ba'abak nyamanan bidibi, abid mau berjamaah. Kayak Khalil mulai balik sampai meninggal dunia diceritakan beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Mohon kaulah santrena, ayo mohon ngako santreh, mohon ngako kompoi, mohon ngako anak soleh, godaman ala godamin, setapak demi setapak demi setapak norok pada jalannya orang-orang yang soleh. Insyaallah ki masih tak banyak pokoknya norok sekuni cek sampai ocol kebi ngakoi kompoi orang soleh ocol kebi lero setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, insyaallah kita luhuk akan mengikut kepada salaf-salafnya kita. Insyaallah dapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kumpulan kita menjadi kumpulan yang barokah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kumpulan kita menjadi kumpulan yang manfaat. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fi dani hada minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma dadamal fikru min dararil awsafil muhammadiyati ukunda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa ay yaktuba amali fil a'mal maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil halisati wasilatil mausula. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amalu fata'udu dhafira wa ala babin izzati tuhatur rihalu fatahsyaha minhul fuyudatul hamira. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaini ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatahul alamin antu salli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal muhasasi bi syarafil afhar fi kulli mautinin min mawatinil kurbi wa madhar qasim imdadik ya fi ibadik wa saki ku'usi irsyadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa ashrafis sakalain al-abdul mahbubil halis al-mahsusi minka bi ajalil hasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik dirabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahadan nabil karim wa tawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim an tulahidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tahfadana fi jami'i adwarina wa taqallubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antum baliona min syarafil qurbi ilaika wa ila hadal habibi ayata amalina wa taqabbala minna ma taharakna fi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadrati hadal habibi minal hadirin wa fi tara'iq tibai minas salikin wa li haqqika wa haqqi minal mu'addin wa li ahlika minal hafidin. Allahumma inna lana adma'an fi rahmatikal hasati fala tahrimna wa dununan jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tu'ayibna.
آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نذر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك مشغول والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.